الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا جهة ولا مكان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله تعالى: وخلق كل شيء. الله تعالى خلق كل شيء ولا يشبه شيئا من خلقه. الله تعالى لا يوصف بصفات المخلوقين كالجلوس والاستقرار والقيام والأجسام والأعضاء والتمكن في مكان والحلول فيه والتحول والتطور والتغير والحركة والسكون. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي السلفي رضي الله عنه وأرضاه: تعالى أي الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقال أيضا: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه عقيدة كل مسلم. فالذي يصف الله بالجلوس والاستقرار فهو خبيث ملعون جاهل بالله، مفتر على الله ورسوله، مكذب للقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم، وليس بمسلم. هذا ما عليه السلف والخلف من أهل السنة والجماعة. قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه: من قال أن الله جالس على العرش كفر. وقال إمامنا أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه: نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه، وهو الحافظ للعرش وغير العرش، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره. وقال إمامنا الحافظ تقي الدين السبكي رضي الله عنه وأرضاه: ومن أطلق القعود وقال إنه لم يرد صفات الأجسام قال شيئا لم تشهد به اللغة فيكون باطلا، وهو كالمقر بالتجسيم المنكر له، فيؤاخذ بإقراره ولا يفيده إنكاره. وقال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي رضي الله عنه: الخالق سبحانه وتعالى لا يجوز أن يوصف بالجلوس على شيء فيفضل من ذلك الشيء، لأن هذه صفة الأجسام. فبعد أن بينا لكم بعض أقوال السلف والخلف، سنسمعكم صوت المجسم ابن عثيمين، فهو يجوز القول بالجلوس والاستقرار في حق الله، والعياذ بالله تعالى من الكفر الشنيع. تعالى الله عما يقول ابن عثيمين علوا كبيرا. يقول ابن عثيمين المجسم: والإنسان على ظهر الدابة جالس ولا واقف؟ جالس. نعم جالس. لكن هل يصح أن نعديه إلى استواء لا على العرش؟ هذا محل نظر، لأن نقول الكيف يعني كيفية الاستواء مجهول، ومن جملة الجهل أن لا ندري هل هو جالس أو غير جالس. ويقول: فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا. وسنسمعكم الألباني المجسم المحدث الذي هو عند الوهابية محدث، وهو يقول: الذي يقول أن الله جالس ليس بمسلم. يقول الألباني المجسم: الله ليس جالسا، ليس قاعدا على العرش، هو الغني عن العالمين،
ومن هنا تأتي تهمة جديدة من الخلف للسلف، يستلزمون من إثبات صفة العلو لله عز وجل على العرش أنه قاعد على العرش، حاشا لله، هذا ما يقوله مسلم. ويقول المهم أو تسمع واحد ينتمي إلى التسلمز عليها، تسمع منه إيش؟ عقيدة باطلة، وهو أن الله استوى على العرش يعني استقر، وربما تسمع جلس وقعد مش ربما. فبهذا يكون الألباني قد كفر ابن عثيمين الذي جوز الجلوس والاستقرار في حق الله، والعياذ بالله تعالى من الكفر الشنيع. وأيضا يكون الألباني قد كفر ابن تيمية الحراني وابن القيم الجوزية والهراس وعائد القرني وكل من صرح بالجلوس من الوهابية. فالألباني المجسم المتناقض شيخ الوهابية يكفر الوهابية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على عقيدة أهل السنة والجماعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله أولا وآخر.